إذن مشاهدينا، للحديث أكثر حول الأزمة بين بغداد وأربيل ينضم إلي عبر الأقمار الصناعية المحلل السياسي حيدر الموسوي. أهلا بك سيد موسوي. إذن هل تعتقد بأن الوفد الكردي في باريس سينجح في إيجاد وساطة بين حكومة بغداد وحكومة الإقليم؟ نعم سيدي، شكرا لك ولقناتكم. حقيقة هذه الحركات التي يقوم بها آخرا حكومة إقليم كردستان بالسعي من أجل استقطاب الحكومة المركزية من أجل جلوس إلى مائدة الحوار لحل المشاكل الموجودة ما بين المركز وإقليم كردستان، هي أتت في الوقت الضائع حسب وجهة نظري الشخصية، باعتبار كانت هنالك دعوات كثيرة قبل المضي بقضية الاستفتاء وقضية الدعوة إلى تقسيم أو إلى تقسيم العراق. وبالتالي كانت الحكومة المركزية دائمة وتركز على قضية أنه يجب علينا أن نجلس إلى مائدة حوار، يجب أن نحل كل مشاكلنا بأسلوب الحوار، لكن الأخوة الموجودين في الشمال أصروا على قضية الاستفتاء والمضي بهذه الموضوع. لكن بعد ما شاهدوا أسلوب تعامل الحكومة المركزية والقوة التي انبرت لها الحكومة المركزية بالتعامل مع الأخوة في الشمال، بالتالي بعد هذه النقاط والخسارة الكبيرة من المكاسب التي استطاعوا الحصول عليها خلال المدة المنصرمة أو الفترة الماضية، هذه الخسارات المتلاحقة للأخوة في الشمال دعاهم إلى السعي وإلى طلب الحوار. وبالتالي حركة السيد ناجي رفاني بالذهاب إلى فرنسا وإلى بعض البلدان الأخرى من خلال بعث بعض الرسائل لهم من أجل الضغط على الحكومة العراقية، الحكومة الاتحادية للجلوس للحوار، هي هذه من باب أنه لم تبقى ورق يعمل به الأخوة الموجودين في شمال العراق، بقت الورقة الأخيرة من أجل الضغط على الحكومة العراقية للجلوس هي تدويل هذه القضية. لكن هنالك شرط بسيط جدا باستطاعة الأخوة إذ كانوا هم جادين بقضية الحوار والرغبة في الحوار، هو التنازل والتراجع عن قضية الاستفتاء، عند ذلك سوف تجد أن أبواب بغداد مفتوحة للأخوة الكرد بأن يكونوا مرحب بهم في بغداد، وكذلك سوف تجد السياسيين الموجودين في بغداد فاتحين الأذرع لهم من أجل التحاور ومن أجل حل كل القضايا الموجودة والمعلقة ما بين حكومة بغداد وحكومة أربيل. نعم. طيب سيد موسوي، برأيك ما هي أسباب امتناع المسؤولين الأتراك من لقاء وفد إقليم كردستان العراق والذي ترأسه نجرفان بارزاني؟ قصدك يعني حكومة بغداد ترفض اللقاء بحكومة أو الوفد المشكل من لا أنا أتحدث عن المسؤولين الأتراك، يعني نجرفان بارزاني والوفد المرافق له اتجهوا إلى تركيا، أليس كذلك؟ ولكن الوفد سيد الكريم نعم واضح سيد الكريم، القضية التي دعا لها إقليم شمال العراق هي بإعلان دولة كردية أو الحلم الكردي في هذه النقطة هو تهديد للأمن القومي التركي، وبالتالي من المستحيل أن الحكومة التركية تستقبل وفدا وتحاوره على قضية أمنها القومي. هذا ما صرح به كثير من الساسة الموجودين في تركيا، وبالتالي على حكومة شمال العراق أن تعي هذه النقطة وأن يعني لم يكن هناك تنسيق بين هذا الوفد، ولم يكن هناك تنسيق بين الوفد وحكومة أنقرة؟ من الواضح أن هنالك تنسيق، وهنالك رسائل سبقت هذه القضية وسبقت أنه طلب الذهاب بوفد إلى تركيا من أجل الحوار. لكن كل هذه الرسائل التي بعثت من قبل بارزاني وكذلك من قبل السيد ناجرفان وكذلك بعض السياسيين الذين كانوا هم أصحاب فكرة الاستفتاء إلى الحكومة التركية من أجل استقبال هذه الوفد ومن أجل العمل ومن أجل التحاور مع تركيا لكي تكون اللاعب المهم بقضية الضغط على حكومة بغداد لدخول حكومة بغداد معها بحوار. لكن مثل ما أسلفت وقلت لك أن حكومة تركيا لا تفاوض على أمنها القومي، وهذا ما صرح به وما ذهب به كثير من الساسة ومنهم السيد أردوغان عندما
حذر الأخوة الموجودين بشمال العراق أنه عليكم أن لا تذهبوا بعيدا بهذا الموضوع، أن تركيا هي الجارة اللصيقة لكم، الحكم الجغرافي لكم هي تركيا، ليس لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي الأخوة الموجودين في شمال العراق والسياسيين في شمال العراق حقيقة ذهبوا بأحلامهم بعيدا، وبالتالي رأوا أنفسهم الآن أمام الأمر الواقع أن كل هذه البلدان المحيطة بهم إقليميا وكذلك عالميا وكذلك الحكومة المحلية في العراق، حكومة المركز في العراق قاطعت هذا الموضوع، رأوا أنفسهم الآن وحيدين في الساحة، وبالتالي بدأوا يسعوا من أجل تصحيح هذا المسار، لكن للأسف باقين بتمسكهم بقضية الاستفتاء. وأكيد أنه تمسكهم بهذا الموضوع هو من طب يعني كيف يمكن حل الأزمة عن طريق الحوار، خاصة بعد تمسك مسعود برزاني بنتائج الاستفتاء؟ النقطة بديهية سيدي الكريم، على مسعود البرزاني أن يتراجع حقنا لدماء العراقيين وكذلك من أجل الحياة الرغيدة لشعبه. وبالتالي أسلوب برزاني بالتمسك هو أسلوب تمسك شخصي، أن قضية الاستفتاء قضية شخصية يتبناها السيد مسعود البرزاني، لا ينظر إلى المعاناة التي يعاني لها شعبه الكرد وكذلك الشعب العراقي. وبالتالي قضية مسعود البرزاني هي قضية شخصية، حتى أن قضية الاستفتاء وذهاب إلى قضية الاستفتاء هو تصدير مشاكله الشخصية في إقليم كردستان طيب. إلى الخارج، وكذلك الحصول على مكاسب أخرى، وكذلك من أجل تحقيق حلمه الاستراتيجي بإعلان دولة كردية ليس في العراق. سيدي الكريم، كانت طموحات السيد مسعود البرزاني أن يكون زعيما للكرد في عموم حال العالم. وبالتالي هذه النقطة لم ترق لكل الأخوة الموجودين أو كل الدول الإقليمية الموجودة وكذلك الدول العالمية التي لها أيضا مشاكل أخرى، مثل ما رأينا في إسبانيا وقضية كاتالونيا. أيضا هذه تشجع بعض المناطق الأخرى للانفصال والاستفتاء والذهاب بعيدا عن هذه البلدان. وبالتالي هذا لم يرق لا الدول الإقليمية ولا الدول العالمية. وبالتالي أصبح السيد مسعود البرزاني وحيدا في الساحة السياسية، وعليه أن يعي وأن يرجع إلى جادة الصواب، وأن يقبل بقضية الانسحاب من قضية الاستفتاء ونتائج الاستفتاء من أجل الدخول في حوار مركزي من أجل الحفاظ على دماء العراقيين وكذلك على المصالح وكذلك على المكاسب التي حققها لشعبه في سيد موسوي، دعني أطرح عليك هذا السؤال. هل تعتقد بأن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية سوف تعمق الخلاف بين بغداد وأربيل؟ هذه أيضا نقطة أساسية باعتبار نظرة الكرد لقضية 17% هي استحقاق ثابت لديهم، لا يحاولون المساومة عليه. وبالتالي هذه النقطة أيضا سوف تعمق الخلاف ما بين بغداد وما بين أربيل، لكن عليهم أن يرجعوا إلى القانون وإلى الدستور، وبمثل ما هم يرغبوا بأن تكون لهم نجاحات خاصة في الجانب السياسي والمالي من أجل تحقيق مكاسب معينة إلى جمهورهم وإلى شعبهم. أيضا هنالك محافظات أخرى اقتطع هذه النسبة وهذه الحصة من الميزانياتهم وأعطيت للكرد في السنوات الماضية للترضية وللمجاملة حقيقة. وبالتالي هذه الحصة يجب أن نرجع بها إلى القانون ونعتمد على الحصر، نعتمد